اللقطات اللي انتوا شايفينها دي مش لقطات حقيقيه 100%. لو لسه ما تعرفنيش، انا علي بمبوزيا، اي اي سبيشاليست وار دايركتور، ودي التشانل بتاعتي اللي هاخدك فيها من الصفر لحد ما تبقى بروفيشنال في صناعه الاعلانات والاي اي. في فيديو النهارده هوريك ازاي تعمل المستحيل. يعني مثلا اقدر اضيف حاجات ورايا هي مش موجوده اصلا، او اغير العالم اللي حواليا بالكامل، او حتى اغير شكلي وملامحي دلوقتي حالا. كل السحر ده هتشوفوه في الفيديو ده بكل بساطه ومن غير اي تعقيد. عاملين ايه يا شباب؟ ايه الاخبار؟ خلينا النهارده نبدا ان احنا نتكلم عن نقطه الاي اي في اف اكس. خليني اشرح لكم بمنتهى البساطه ان احنا هنعدي على 3 مراحل بالظبط. ايه هم ال3 مراحل دول؟ اول مرحله فيهم اللي انت تقدر تضيف اي اليمنت موجوده بره الفيديو كصوره للفيديو بتاعك، ده رقم واحد. رقم اتنين، ازاي نقدر ان احنا ترانسفورم الخلفيه اللي ورانا او البيئه اللي ورانا نحولها لاي بيئه احنا عايزينها، ده رقم اتنين. رقم ثلاثة، وهي ازاي نحول جزء محدد بس صغير في الفيديو بتاعنا او نضيفه او نغيره. يعني احنا عندنا دلوقتي ال3 مراحل اللي احنا قلنا عليها دول. من ضمن ال3 مراحل دول هنشوف هياخد مننا وقت قد ايه قصاد الفي اف اكس العادي اللي احنا كنا بنعمله. بالنسبه لتاني نقطه اللي هي نقطه الاضاءات والالوان، هل هنشوف هيكون مظبوط 100%؟ نقطه رقم ثلاثة، وهنشوف الانعكاسات بتاعت النضاره اللي احنا هنبدا نشتغل عليها اللي موجوده في الفيديو قدامك ده. كل الروابط والورك فلو اللي احنا هنشتغل عليه هيكون تحت في الديسكربشن. اهم حاجه دلوقتي ان انت تعمل لايك وتعمل سبسكرايب، ودي قناتك الاولى اللي انت تتعلم فيها الاي اي في الماركتنج. فخلينا نبدا. طبعا دي اول لقطه موجوده عادي في الفيديو بتاعنا. خليني ان انا اوريكم الفيديو اللي احنا هنبدا نشتغل عليه وناخد اول مرحله. طبعا ده الفيديو اللي احنا هنشوفه. احنا عايزين دلوقتي بالفيديو ده نشوف احنا هنعمل فيه ايه. في فيديو النهارده هوريك ازاي تعمل المستحيل. يعني مثلا اقدر اضيف حاجات ورايا هي مش موجوده اصلا. ده كده الفيديو رقم واحد اللي احنا هنحاول ان احنا نظبطه، نضيف اليمنت جديده من بره كصوره للفيديو. طيب نقطه رقم اتنين، او اغير العالم اللي حواليا بالكامل. دي نقطه بقى رقم ثلاثة، او حتى اغير شكلي وملامحي دلوقتي حالا. طيب كل اللي علينا في البدايه اللي احنا هنعمله، هنبدا نعمل اكستراكت للفيديو بتاعنا اللي احنا عايزينه. انا عن نفسي هاخد اول فيديو ده اللي هو احنا بنتكلم فيه ان احنا نقدر ندخل اي عنصر موجود في الصوره ندخله الفيديو بتاعنا. هندوس كليك يمين، بعد كده هنبدا ان احنا نعمل له اكسبورت سيلكتد كليبس على حسب البرنامج اللي انت بتبدا تشتغل بيه. فانت شوف انت بتشتغل بريمير هتقدر ان انت تعمل له اكسبورت على طول. نفس الشيء برضو عندنا هنا اهو في كاب كات. فانا بستخدم كاب كات لانه اسهل بكتير يعني، ومش محتاج التعقيد الواو المبالغ فيه في الايديتنج يعني. طيب احنا دلوقتي عندنا طريقتين بقى نبدا ان احنا نعمل بيهم الفي اف اكس بتاعنا. طيب هي اول طريقه ان احنا هنستخدم كلود اي اي. ده هنستخدم النسخه المجانيه منه. كل اللي عليك اللي انت هتبدا ان انت تتوجه لكلود وتبدا تعمل له ابلود للفيديو اللي انت عملت له اكسبورت، او حتى اغير شكلي وملامحي بالشكل ده. هتبدا ان انت تعمل له ابلودنج هنا، فبيبدا ان هو يقرا الفيديو. ما بيقراهاش الفيديو خالص، هو بيقراها از فريمات. فبيبدا ان هو يشوف فريم 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 لحد ما يفهم الفيديو ماشي ازاي نفسه. فبيبدا ان هو يتكون منه، بدل ما يكون فيديو يتكون فريمات زي الشكل ده كده زي ما انت ما تشوفه. احنا دلوقتي هيكون عندنا اهم نقطه دلوقتي، وهي اللي انا هسيبها لك تحت في الديسكريبشن برضو. هيكون عندنا حاجه جديده اسمها سكيل. السكيل دي تقدر ان انت تضيفها لكلود. بيبدا ان هو يفهم الفي اف اكس اللي انت عايزه، بيفهم التحركات، وبيدي لكلود او بيطلع لك اوتبوت تكون كويسه ليها علاقه بالانستراكشن اللي هو بيطلعها، بحيث ان الفيديو نفسه الفي اف اكس اللي انت بتطلعه يكون بروفيشنال ما فيهوش اي غلطات. فدي اهم نقطه ان انت ترفع له الفيديو ونبدا نضيف له السكيل. طيب هتقول لي يا علي انا هضيف السكيل ازاي؟ هقول لك بمنتهى البساطه. هتيجي العلامه دي وبتبدا ان انت تختار كاستمايز، ومن كاستمايز بتجيب سكيلز اللي احنا واقفين عليها دي وبندوس اد. بعد كده بنبدا نعمل له ابلود سكيل. فبعد ما تعمل له ابلود هيجي هنا اهو عند الوجهه اللي انت قدامك دي، ونكتب سلاش، بعد كده نكتب سي دانس في اف اكس. فبنبدا ان احنا نوصف له ان احنا مثلا محتاجين، هنقول له هنا ان احنا محتاجين الفراشه اللي هي على شكل الاله تبقى موجوده، تخش من اول فريم، بعد كده تخش تتحرك من ورا ظهري وتخرج الناحيه الثانيه. طيب هو هنا مش فاهم الفراشه دي انهي، فببدا ان انا اديله صوره بي ان جي خاصه بالفراشه واحطها معاها بحيث ان هو يفهم اللي انا عايزه. طيب انا دلوقتي قلت له محتاجين الفراشه زي ما قلت لكم على سبيل المثال، دي الفراشه اللي انا عايزها. فابدا ان انا اعمل لها سكرين شوت بالشكل ده، وابدا اديها لكلود بالمنظر ده. 5 بدل ميديوم نخليها لو عادي جدا، ونبدا ندوس له سند مسج. فبيبدا يحسب كده مع نفسه، وفي الاخر خالص هيطلع لك
برومت جاهز تقدر ان انت تتحرك بيه وتقدر ان انت تشتغل بيه. ودي كانت اول طريقه معانا في الحلقه بتاعتنا. بالمنظر ده هو ابتدى ان هو يديني البرومت بتاعنا اللي احنا عايزينه، فبنبدا ناخدها كوبي وبنبدا نروح نعمل لها جنريت. فنخش على الطريقه الثانيه. طيب الطريقه الثانيه بتاعتنا واللي هي برضو هنشتغل بنفس السكيل دي هتكون موجوده في الورك فلو اللي احنا هنشتغل بيه. فبنبدا ان احنا نعملها، فبنبدا ان احنا ناخد الاوتبوت نود دي وبنبدا ان احنا نوصلها في نود اسيستنت بحيث ان احنا نقدر ان احنا نشتغل باي موديل احنا عايزينه. فانا عن نفسي هشتغل بكلود فيبل هنا اهو. فبنبدا ان احنا نوصل التكست في التكست، وبنبدا نجيب اول فريم من الفيديو بتاعنا عادي خالص. فبنبدا ان احنا نوصل الميديا دي مع بعض، وكمان بنبدا نجيب الفراشه بتاعتنا، وكمان معانا ده شكل الفراشه. فبنبدا ان احنا نوصلها كمان هنا اهو في الميديا دي، وبنبدا نقول له بمنتهى البساطه نفس البرومت اللي احنا وديناه هناك، ان انا محتاج الفيديو بتاعي او محتاج اول فريم ان الفراشه تخش من بره الفريم وتلف حوالين في ظهري، بعد كده تخرج بره. وده بالظبط اللي انا كتبته هنا اهو. بس قبل اي حاجه بنبدا ان احنا نكتب في البرومت الاولاني استخدم التعليمات دي، وبنبدا ندوس منشن اللي هي سيدانس 2.0 فوتج ترانسفورميشن، وبنبدا ان احنا ندوس ران. وبمنتهى البساطه ابتدى ان هو يعمل لك البرومت اللي انت عايزه. ولكن احنا عندنا دلوقتي مشكله ان احنا بدل ما عمل منشن للاوريجينال كليب كتب لك ايمج 2، عشان احنا هنا مدين له فريم مش مدين له فيديو. فهو هنا ما ينفعش ان احنا نوصل الفيديو في الاسيستنت. فدي بنعالجها ازاي؟ بنبدا نشيل ايمج 2 دي، اي ايمج موجوده هنا اهو بنبدا ان احنا نشيلها وبنبدا نحدد له على الفيديو اللي موجود. طيب انا دلوقتي معايا البرومت ومعايا الترانسفورميشن بتاعتي اللي هي من سيدانس، ومعايا كمان النقطه اللي انا عايز ازودها. طيب اعمل ايه دلوقتي يا علي؟ اروح فين؟ اقول لك بمنتهى البساطه هتبدا تاخدها كوبي عادي خالص، وهنيجي عند اهم نقطه وهي نقطه التجربه. هنبدا نعمل فيديو جنريتور، وهنبدا نرفع له الفيديو بتاعنا عادي خالص عشان نقدر ان احنا ندخلها في الستارت ايمج بتاعتنا. فبالشكل ده بقى معانا الفيديو بتاعنا. فهنبدا ناخد منه الستارت ايمج ونوديها في الستارت، ونبدا نحدد هنا الموديل. احنا عندنا بالظبط 3 موديلات تقدر ان انت تعدل بيهم. عندك جوجل اومني فلاش، وعندك نقطة كلينج اومني، وعندك سيدانس. طيب دول استخداماتهم في ايه؟ بمنتهى البساطة جوجل اومني فلاش وكلينج دول استخداماتهم بالظبط يعني انا شايفهم كويسين جدا، ولكن انا بفضل كلينج طبعا لان هو بيكون واصل معاه ل 1080، فالكواليتي بتاعته بتكون كويسه وكمان بيفهم الانستراكشن صح، ولكن ما يشتغلش قوي في نقطه المؤثرات الضخمه. بنبدا نستخدمه بنسبه 70% كشغل. ولكن لو في حاجه كبيره جدا ومشروع كبير انت شغال عليه، مش مثلا تعديل صغير او الكلام ده كله، بنبدا نشتغل لسيدانس. طبعا ده اغلى. فببدا هنا اهو انا عن نفسي هشتغل بسيدانس. بعد كده ابدا ان انا اجيبها 1080، انت معاك بتوصل معاك ل 4K. وهنا بنبدا ان احنا نشوف الفيديو بتاعنا كام ثانيه. الفيديو بتاعنا 3 ثواني. انا ممكن عشان اطلع الاوتبوت يكون كويس ممكن اخليه 3 ثواني، 4 ثواني بحد اقصى، ونخليها بالساوند. وبنبدا نديله البرومت اللي احنا لسه واخدينه من هنا. وزي ما قلت لك هنا دلوقتي الفيديو بتاعنا اسمه 3.1، فممكن نغيره ونكتب فيديو 1. فبنبدا نكتب له فيديو 1 كده بالشكل ده. وبنبدا ان احنا بدل ايمج 2 دي هي اوريجينال كليب هنخليها فيديو 1 اللي هو بيبقى مكتوب قدامك دلوقتي اهو، ده الستارت فريم. فبيبدا ان هو يوصف الراجل بتاعنا اللي هو بيكون لابس وايت شيرت وبيكون قاعد على ديسك سيت اب وجيمنج بوسترز وراه. بيبدا ان هو يوصف المكان يعني اللي احنا بنشتغل فيه. بعد كده هنا بيقول لك خش على الفوتو، الريفرنس فوتو. الريفرنس فوتو ده بيبقى عباره عن ايه؟ احنا قلنا ان احنا محتاجين فراشه. طب هو هيعرف الفراشه منين؟ انا لو دوست رن دلوقتي هيطلع لي الفراشه ولكن مش هيطلعها لي بالشكل اللي انا مديهوله. فاحنا بنبدا نروح على الفراشه من هنا، بنبدا ناخد الاوتبوت بتاعنا بنوديه للريفرنس اللي بتبقى موجوده في سيدانس او كلينج بالمنظر ده كده. وناخد الفيديو نوديه للفيديو. معلومه يا شباب، ما تبداش تاخد الستارت ايمج، بتبدا تاخد الفيديو وتوديه للفيديو، مش ستارت ايمج لان دي مش ايمج ده فيديو. فاحنا عايزين فيديو تو فيديو. فبنبدا نوصل الفيديو تمام، وبنبدا نخليها في الريفرنس دي. بنبدا ان احنا نقول له خد من الريفرنس ايمج رقم نمبر 1، ممكن نمسحها دي كده ونكتب ايه عشان اسمها باد، فهنخليها باد دي كده بالظبط. فبيبدا ان هو يوصفها بالشكل بتاعنا، وبنبدا ان احنا ندوس جنريت. هنا هياخد مني 2800 كريدت. فهندوس ران، وبالمنظر ده اللي اول دوت اللي طلع لي يعني مثلا اقدر اضيف حاجات ورايا هي مش موجوده اصلا، ده زي الفصل مش موجود ايه رايا. يعني مثلا اقدر اضيف، طبعا هنا في كلام طلع غريب فاحنا بنقصه عادي في المونتاج عشان احنا زودناها ل4 ثواني، فهو اخترع ثانيه من عنده زياده فحط فيها كلام.
فبنبدا ان احنا نداونلود عادي. فانا شايف ان هو اول مرحله اجتازها وبكل سلاسه، وانا شايف ان هي كويسه لحد ما، يعني كويسه جدا كمان، ان هو دخل لي ونفذ لي الاوامر اللي انا عايزها بالظبط. فكده معانا اول مرحله، فاحنا كده اجتزنا اول مرحله. نخش على المرحله اللي بعدها. طيب المرحله اللي بعدها قلنا ان احنا محتاجين نغير الخلفيه اللي ورانا. تعال نخش بقى على الفيديو بتاعنا اللي احنا هنحطه دلوقتي، وده بيكون شكل الفيديو. انا دلوقتي محتاج ان انا اغير البيئه اللي بتبقى ورا دي، اخليها صحراويه واخلي ان في طياره واقعه. فدلوقتي بنبدا نعمل ايه؟ بمنتهى البساطه احط سيدانس دي اللي هي الانستراكشن، المعلومات او التعليمات بتاعتنا، وابدا ان انا اوصف له اللي انا محتاجه بالظبط. ابدا اقول له ان انا محتاج اغير البيئه وانزل طياره اكنها واقعه من فوق وتحصل انفجار في الصحراء. بس اقول له كمان ان من ضمن التغيير ده يبدا من الثانيه 2 يبدا ان يكون في طياره نازله، تمام. وكمان اقول له هنا ما توصفلوش الحركه بتاعت الشخص، هو يخلي يفهم الفيديو بتاعه احسن. وبمنتهى البساطه ده الفيديو بتاعنا. طبعا هنا عشان ما ينفعش اوصل فيديو للاسيستنت، فببدا اخد اول فريم من الفيديو، وببدا اخد كمان الفريم الثاني وانا ببص ناحيه اليمين، بحيث ان هو يبدا يفهم التحركات بتاعتي. فبمنتهى البساطه دول الصورتين اللي موجودين عندي دلوقتي، هبدا ان انا اوصلهم للاسيستنت بالشكل ده كده، وببدا ادوس ران. في التجربه دي احنا مش هنجرب موديل واحد، لا احنا هنجرب 3 موديل. هنستخدم فيه سيدانس 2.0، وهنستخدم فيه كلينج، وهنستخدم فيه كمان جوجل اومني، ونشوف انهي الاحسن ونقارن ما بينهم، بحيث ان احنا بعد كده نبقى عارفين كل قدرات الموديلز اللي احنا نقدر نشتغل بيهم. فبمنتهى البساطه ابتدى ان هو يطلع لي البرومت اللي احنا عملناه. بعد كده ببدا ان انا اوصل فيديو تو فيديو جنريتور، وبعد كده خد بالك تاني هعيد نفس الكلام، ركز هنا اهو ان هو واخد عاملها منشن للايمج، احنا عايزين نعمل منشن لاسم الفيديو. ركز تاني. طيب احنا هنا وصلنا الفيديو بالفيديو، ونعمل 3 نسخ، منها سيدانس ومنها جوجل ومنها كلينج، بالمنظر ده كده بالشكل ده. فبنبدا ان احنا نختار سيدانس، وبنبدا ان احنا نختار هنا كلينج 3.0 اللي هو بتاع اومني، ويوصل كمان ل 4K، ونقدر ان احنا نستخدم عدد الثواني، وبنخلي دي كمان جوجل اومني فلاش بالشكل ده كده. ولكن دي ما فيهاش تحكمات للريزولوشن بتاع الفيديو. فببدا ان انا اخد كل ده وببدا اجرب واحده واحده. طيب دي النتائج اللي طلعت لي، خلينا نشوف كل واحد فيهم طلع لنا حاجه عامله ازاي. يعني الفيديو الاول ده معمول بجوجل اومني، فخلينا نشوف الفيديو طالع عامل ازاي. انا شايفه كويس، ولكن في نقطه الطياره اللي هي نزلت، يعني حاسس ان شكلها مش احسن حاجه او مش الطف حاجه خالص، ولكن ممكن ان هي تتظبط اكتر لو احنا جربنا تاني. وكمان عندنا غلطه مهمه جدا، ان هو هنا العيون اللي هي بتاعه النضاره جايبه الانعكاسات بتاعه الفيديو الاصلي، فده مش صح خالص. فهو ما هنا ما قدرش ان هو يعالج النضاره، وما قدرش ان هو يعالج الطياره. هنا اديله 6 من 10. نخش على تحريك رقم 2، وهو جوجل اومني فلاش. فده بصراحة أنا مش متوقع منه حاجة أو مش منتظر منه حاجة، فممكن إن احنا نشوفه برضو مع بعض. برضه غير التحركات، ولكن كترانسفورميشن هو كويس جدا، لان هو كمان ظبط الاضاءه، بحيث ان هنا الشمس الناحيه دي هي الشمس، وكمان الظل ماشي كده اهو. حتى لو انت بصيت على الخلفيه اللي وراه، الشمس هنا اهو ضاربه، وكمان الظل ماشي هنا اهو، وكمان غير النضاره. فبصراحه كل واحد ليه المميزات بتاعته. نخش بقى على البابا واللي هي سيدانس. انا شايفه بصراحه ده، يعني لو قلنا كتقييم مجمل، خلينا نقيم مجمل في الاخر، ولكن كبدايه هو هنا الطياره مظبوطه 100%. حتى لما عمل النزوله، انا شايف ان انفجار تحفه بصراحه. ده مش اي، ده رياليستيك جدا جدا جدا. وكمان هنا لما بصيت ناحيه النضاره، لا هو كمان هنا هو لو احنا زومنا هتلاقي عندك ان هو اكنه ماسك الايد والتليفون قدامه، فهو مغيرها، فدي نقطه تحتسب له بصراحه. ولكن مش ده الفيديو بتاعي الاصلي، يعني مش ده الريفرنس الاصلي او مش ده الفيديو الاصلي، ولكن لو انا حاولت تاني هيطلع احسن. فانا شايف بصراحه كمجمل اديله 9 من 10، 1 من 10 لان هو غير التحركات بتاعه الفيديو بتاعتي. فكده احنا خلصنا المرحله الثانيه. نخش بقى على المرحله الثالثه، وهي ان انت تغير جزء واحد في نقطه الفيديو بتاعك. هي برضه هتكون نفس الفكره اللي احنا قلناها في اول خطوه، ان احنا هنجيب صوره محدده، وهنجيب اول فريم لينا، ونبدا نقول له ان انا عاوز البرومت يحول وش الشخصيه بتاعتي لوش جوست رايدر اللي هو موجود في الايمج تاني. فبعد كده بنبدا ان احنا ندوس رن، وهيبدا ان هو يطلع لنا البرومتس ده. فنبدا ان احنا نجربها. فبنبدا نجيب الفيديو بتاعنا، او حتى اغير شكل وملامحي
دلوقتي حالا. فبقول له عند طرقعه الصوابع اللي هو اول ما تعمل كده الوش يتحول. فببدا ان انا اجيب الفيديو كده اهو، وببدا ان انا اعمل فيديو جنريتور. ببدا ان انا اختار كلينج، لان انا هنا مش هعمل حاجه كبيره، انا هعمل حاجه صغيره، فهو يقدر ان هو يحولها بكل بساطه. فخليني كلينج 3 اومني، لازم كلينج 3 اومني مش كلينج العادي، ونخليها الريزولوشن 1080 ونعمل ساوند. بنبدا نشوف الفيديو بتاعنا كام ثانيه، هو 3 ثواني، فبنبدا نخليها 4 او 3 ثواني عادي، موجود 3 ثواني. ودول نتيجتين انا طلعتهم، خلينا نحللهم مع بعض، او حتى اغير شكلي وملامحي دلوقتي حالا. كويس جدا. حتى هنا لما النار ولعت شويه الاضاءات ابتدت انها تتغير. كمان لو ركزت في التفاصيل بتاعه الاضاءات هنا اهو، هتلاقي ان الاضاءات بتاعه الايد اتعملت كل حاجه حرفيا مظبوطه 100%. فالوضع ده احنا لو كنا بنعمل الحاجات دي زمان على افتر افكت او دافنشي كان بياخد وقت كبير جدا جدا. دلوقتي انت بتعملها تقريبا ما عديناش 15 ثانيه. كمان لو بصينا هنا اهو، او حتى اغير شكلي وملامحي، بس انا مش شايف دلوقتي ان حالا. ده اللي انا محتاجه قوي، حاسس ان هو مش واقعي، او حتى انا شايف ان هو ده احسن حاجه. وبمنتهى البساطه ده كان الورك فلو بتاعنا. انا علي بنبوزي اي سبيشاليست وار دايركتور. ما تنساش تعمل لي سبسكرايب وتعمل لايك وتشير زمايلك اللي بيفهموا في الفي اف اكس.